بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الأكلة بتاعتنا سريعة، فراخ مشوية وتكة جديدة عشان نعمل البطاطس الشيبسي أحلى من اللي بتتجاب من بره، ومكرونة وسلطات. يلا هنبتدي، بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش معانا في القناة يشترك عشان يوصلك كل جديد. دلوقتي الفراخ اللي بتاعتي ديت هي كانت متبلة ومتعانة في التفريزات اللي احنا كنا عاملينها. احنا بعد ما بنحطها في محلول النقع اللي هو عبارة عن مية وخل وسكر، بنسيبها شوية فيه. بعد كده بيبقى معانا بصل وتوم وطماطم وفلفل. طبعا احنا المفروض بنضربهم في الخلاط، بس لو تفتكروا انا ايام ما كنت بعملها قلت ان الخلاط بتاعي كانش كان في عطل يعني. فاحنا بنضرب التتبيله ديت، الطماطم والفلفل والبصل والثوم، بنضربهم في الخلاط ومع عليهم معلقتين صلصه، وبنحط البهارات بتاعتنا، بهارات الفراخ وكاري وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا، وبنقلبهم كويس. وطبعا كل ما الفراخ بتتحط في الخلطه فتره اطول بتبقى احسن وبيبان في الطعم. هنا انا كان عندي اللي هي الشوايه الصغيره ديت، هي الفرخه مش محتاجه شوايه كبيره، غلفتها كلها بالفويل علشان يبقى سهل بعد كده في التنظيف. وهنحطها على النار ونقلب. هنا بقى التكايه اللي قلتها لكم على البطاطس الشيبسي اللي بتبقى بتخليها احسن من اللي بره. البطاطس دلوقتي انا هنا حاطه ميه مغليه عليها بهارات بطاطس وشطه وخل وملح، وبسيبها تغلي على النار. بحط فيها البطاطس المتقطعة، بتاخد فيها غلوة، في الوقت نفسه بيبقى الزيت على النار. هطلعها بقى، هسيبها هنا تاخد لها كده غلوة، وبعدين هطلعها احطها في الزيت على طول. انا كده كنت سلقت المكرونة، والبطاطس هي زي ما قلت لكم بتاخد غلوة على النار، والفراخ المشوية بتتقلب تاخد لون، واقلبها الناحية التانية، وبغطيها لغاية ما تستوي معايا على النار. لو حابين ان احنا نسويها بطريقة تانية في الفرن، وبنحط تحتيها مية بتستوي على البخار. هنا البطاطس بقى طلعتها من المية المغلية على طول، حطيتها في الزيت زي ما انتوا شايفين. بمجرد النار حامية بتنزل، ما بتلزقش في بعض خالص، تبقى يعني ناشفة وبتتكسر زي اللي بتتجاب من بره واحسن. وطبعا لو التقطيعة بتاعتنا اتخن شويه، انا هنا بنتي هي اللي كانت مقطعاها فالتقطيعه كانت مختلفه مش كلها شكل بعض. وبعد كده بننزل بالكميه التانية برضو في الميه المغليه على ما البطاطس التانية تتحمر. هنا بقى الصلصه بتاعه المكرونه، نزلنا بمعلقه كبيره من السمنه، ونزلت عليها بتومه، وبعد كده نزلنا بالصلصه بتاعتنا. وطبعا الصلصه زي ما انتوا شايفين كانت متفرزه. وبعد كده حطيت بقى التوابل بتاعتي، فلفل وبابريكا وزعتر. الزعتر بيدي طعم حلو قوي لصلصه المكرونه. وظبطت الملح بتاعي، وفي بيحب يحط مرقه دجاج، انا ما حطيتش. وهسيبها لغايه ما تتسبك. شايفين شكل البطاطس طالع معايا ازاي؟ طبعا هي التقطيعه بتاعتها رفيعه جدا، مقرمشه وبتتكسر، واللمعه اللي فيها ديت من التتبيله اللي احنا كنا حاطينها فيها في الاول، والخل والبهارات والشطه. طبعا بنحط التتبيله اللي احنا حابينها، النكهه اللي احنا حابينها. انا كنت هنا عاملاها بالشطه وبالخل وبالبهارات، بتتكسر ومقرمشه واحلى من اللي بتتجاب من بره. ولو عملناها بالطريقه دي ولا بتلزق ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفين الشكل بتاعها. وطبعا ما بنقلبهاش كتير في الزيت علشان ما تتكسرش معانا، بنسيبها خالص لغايه ما نلاقيها ان هي ابتدت ان هي تتحمر معانا، بنقوم مطلعينها على طول من غير تقليب ولا اي حاجه. ده بالنسبه للمكرونه. هنا بعد ما الصلصه سبكت بنزل المكرونه جزء جزء، ما بنزلهاش كلها مره واحده، عشان اعرف ان انا اقلبها واديها كلها اللون. يعني انزل جزء واقلبه لغايه ما يتشرب من الصلصه، اقوم منزله بقيه المكرونه واقلب فيها. وكده المكرونه بتاعتنا جاهزه خلاص. زي ما انتوا شايفين كلها اخدت من الصلصه، واللون بتاعها بقى احمر جدا، الكاميرا كمان مش مبيناه. الفراخ هنا كانت استوت خلاص معايا. هنحط بقى قطعة من الفحم، ونحط عليها شوية زيت عشان الفحم يطلع البخار اللي انتوا شايفينه. وهنحط عيش علشان ياخد النكهة معانا بتاعة البخار، وهنغطي عليه. وبالنسبة للبطاطس زي ما انتوا شايفين الشكل بتاعها كلها مستوية وكلها مقرمشة وما فيهاش حاجة محروقة وطلع لونها فاتح. كده الاكل بتاعنا جاهز معانا. الفراخ المشوية قلنا لكم التتبيلة بتاعتها والطريقة، وزي ما قلنا لو حابين نعملها على الجريل، لو حابين ان احنا نعملها في الفرن هنقلبها على الشواية، وبتبقى تحتيها مية عشان تخليها جوسي معانا وما تبقاش ناشفة.
وبالنسبة كمان للسلطات بقى عملنا سلطة خضر وسلطة طحينة. السلطات ديت هتنزل في فيديو لوحدها عشان الفيديو دوت زي ما قلنا سريع. طبعا مش حابب يعمل جنب الفراخ مكرونة، حابب ان هو ياكلها بعيش. هنا الاكلة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين ما اخدتش ساعة زمن، كانت خالصة وجاهزة. التفريزات طبعا بتوفر علينا، الصلصة كانت مفرزة معانا، الفراخ كانت متبلة ومحطوطة في التتبيلة بتاعتها، فكل الحاجات ديت سهلت علينا السرعة في العمايل. ما تنسوش بقى اللايك والشير، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم.